إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية. إن مصر لن تقبل ذلك. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. النقطة الثالثة اللي قبل ما أتكلم فيها هي خاصة بأشقائنا المصريين. إحنا في مصر ما بقناش نميز، ومش مقبول إن إحنا نميز بين المصريين وبعضهم البعض على أساس ديني. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه متى تقوم ساعة، فضيلة الإمام قال له عندما تضيع الأمانة. قال له متى تضيع الأمانة؟ عندما يعني مش كده يعطى الأمر لإيه بما معنى الحديث، يسود المرء الغير أهله، نعطي الأمر الغير أهله، لأن ده أمر ما يرضيش ربنا، ده أمر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه بندعمه.